عدنا إليكم من جديد وفقرة جديدة بعنوان دور السلاسل التجارية في محاربة الغلاء وضبط الأسواق والأسعار. ده الحاجة اللي شغلانا كلنا كمواطنين مصريين دلوقتي، واتكلمنا عنها الحلقة اللي فاتت والحلقات دي، ووعدنا الأستاذ محمد برديسي مدير تسويق سلاسل أولاد رجب إن هو يكون ضيفنا الحلقة دي، والراجل نفذ ويه. عايزين نسأله دور السلاسل التجارية، دور أولاد رجب في الأسعار اللي مولعة والكلام ده كله. عايزين نسأله حاجات كتير، نشوفهم هيعملوا معانا إيه في الفترة اللي جاية. وطبعا بنشكر اولاد رجب وبنشكر الاستاذ محمد برديسي على مشاركتهم في مبادره المليون وظيفه. مرحبا بك الاول. اهلا بيك يا استاذ احمد، وانا بشكرك الحقيقه وبشكر جميع الساده المشاهدين، واتمنى ان تكون الحلقه يعني تجاوب على الاسئله اللي انتم مستنيينها ان شاء الله باذن الله. هنسال السؤال اللي هو عنوان الفقره دلوقتي، هنقول ايه دور السلاسل التجاريه في محاربه الغلاء وضبط الاسواق والاسعار؟ الحقيقه السلاسل التجاريه ليها دور كبير في ضبط الاسعار. السلاسل التجاريه انا يعني وجهه نظري الشخصيه ان هي بتكمل مجهودات الدوله في الحفاظ وثبات الاسعار. السلسله لما بيبقى ليها اكتر من فرع بتاخد كميات كبيره من الموردين من المنتجات الغذائيه، فبتقدر تحصل عليها بسعر منافس. تمام. وبالتالي تقدر تبيعها بسعر كمان منافس للمستهلكين. غير لما بيكون فرع واحد صغير، فطبعا ما بيبقاش ليه الثقل بزي ثقل السلسله التجاريه. فاول حاجه انا بقدم سلعه بسعر منافس، لان هامش الربح بتاعي قليل، وبعتمد على الكميات الكبيره في الربح. لا الشبايح زي ما بنقول كده في سوق بالظبط كده، بالظبط كده، بالظبط. النقطة الثانية طبعا سلسلة تجارية، احنا بنتكلم فوق يعني مثلا لو هنتكلم على أولاد رجب فوق ال70 فرع. ف70 فرع ليهم اسم من سنة 1970. بس في شكوى على الهوا بقى لأولاد رجب على طول كده؟ المنوفية ما فيهاش. والله شوف، احنا بيجي لنا طلبات كتير والله، وإن شاء الله يعني عندنا في خطة توسعات في الفترة اللي جاية، في المنوفية وفي ميت غمر وفي كذا مكان ان شاء الله، بس طبعا بكل واحد. نترجم الكلام المحترم اللي حضرتك قلته ده بالبلدي لاهالينا اللي قاعدين بيتفرجوا علينا. احنا قلنا دور السلاسل التجاريه والشبائح والكلام ده كله، ممكن يعني حد من اللي قاعدين يبقى عايز يستفسر اكتر. كويس. ادينا امثله. تاني يعني هو دلوقتي انت حضرتك لا انا عايز امثله صريحه يا استاذ محمد. اسعار موجوده بره واسعار موجوده عند حضرتك في المنتجات اللي فيها ازمه دلوقتي واللي مسببه للدوله ولينا احنا كمواطنين ازمه. طب يا فندم، ما هو انت لو رحت اي سوبر ماركت صغير وحبيت تشتري سكر هتشتريه بكام؟ ما انت هتشتريه ب 11 ب 12 ب 13 لا واكتر من كده كمان. عندكم بكام؟ احنا ما ينفع، احنا بنبيعه ب5. يعني انا في عندي سكر لازم بيكون ب5 جنيه، بس هو في مشكله. يعني هو عندي بس هو اول لما بنزل الحقيقه بينفذ فور نزوله. يعني احنا ضخينا في السوق من حوالي من 75 ل 100 طن سكر، وطبعا يعني بينفذوا بسرعه شديده. يعني انا بعتذر للناس لو حد منهم راح. دي حاله موجوده في البلد، بس احنا بنتكلم لما بيبقى موجود طبعا السعر مختلف عن بره. طبعا يعني ما تقدرش حضرتك كمدير تسويق تدي تليفون الصبح للناس تقول لهم بيعوا ب 10 جنيه او ب 12 جنيه. هي دي اهميه السلسله بقى. ما هو ده انا عايز اوصلها للناس. طبعا يعني احنا من السوبر ماركت النهارده تاجر بيلعب بيه بيبيع له ازيد 2 جنيه، يروح هو مزود 4 جنيه، يدي التاجر نص جمله او يدي المستهلك بياع صغير تجزئه، يوصل سعر ل 12 جنيه زي ما وصل في بعض الاماكن. صح. ده كده بالبلد عشان اهالينا يبقوا معانا. طبعا. عشان الناس اللي بتلعب بالبلد ثبات الاسعار. يعني انا عندي الفرع من الاقصر لغايه شرم الشيخ او الغردقه او وجه بحري او المحله، يعني هتلاقيهم كلهم نفس السعر. السعر هنا هو السعر هنا. طب ما تيجي نتكلم بقى على حاجه صغيره كده. اتفضل يا فندم. احنا اتبهدلنا بسبب الحلقه بتاعت المره اللي فاتت. كويس. من جهه ايه بقى؟ من جهه ان احنا شكرناكم على الهوا ان انتوا عندكم لحوم كويسه. في ناس وجهه نظرها غير كده. تمام. المشكله اللي كانت حصلت وناس اتكلمت عليها وقال لك اولاد رجب عندهم لحوم فاسده، عندهم رز مدهون تقريبا، ما فيش فاهمها. عايزك توضحها لي وتوضحها للناس عشان انا مش فاهم. هو شوف، يعني احنا كده خرجنا على معلش هنرجع له. انا حابب الحقيقه ان انا اوضح النقط ديت للناس، علشان برضو شوف يا استاذ احمد، انا مش هنا علشان ادافع على اولاد رجب الحقيقه. احنا ما بندافعش، احنا بنعرض حقائق بالظبط. يعني او شوف كمان، يعني هنعمل العقل. يعني زي ما بيقولوا كده في حاجه اسمها ريفرس انجينيرنج. مظبوط. هنقدر نفكر بطريقه عكسيه. تمام. لان في حاجه اسمها لوجيك ومنطق في الاشياء. فدلوقتي انا اولاد رجب 1970 يعني موجوده من قبل لما انا اتولد اساسا، واخد بال حضرتك؟ ولا هتنجح ولا هتكتر ولا هتحقق اللي هي فيه دلوقتي دوت لو كانت ماشيه في سكه مش مظبوطه من البدايه. وهي دي طبيعه الاشياء. دي رقم واحد. رقم 2، نتكلم على يعني انا كده بدات افهم. يعني معلش 46 سنه، حاجه و70 فرع، استثمارات تقريبا قد ايه؟
استثمارات فوق ال 2.5 مليار جنيه. 2.5 مليار جنيه. يعني ما ينفعش نلعب في 50 كيلو كبده ولحمه والكلام الفاضي. انت اللي بتجاوب. لا كده انا مش محتاج اجابه، والساده المشاهدين مش محتاجين اجابه. هنطلع من النقطه. طب انا عايز ازود بس اقول حاجه كمان، بس معلش هوضح بالنسبه لان حضرتك قلت الرز. مظبوط. احنا معظم المنتجات بتاعتنا بنسبه 99% كلها جايه من موردين. انا مش من مصلحتي ابدا ان انا اعرض منتج عندي منتهي الصلاحيه او يعني حضرتك عارض للمنتج مش اكتر؟ انا عارض للمنتج، ولا مصنع ولا مستورد؟ لا، وحصلت قبل كده مشاكل ان بيبقى فيه يعني حاجه ديفكتيف في وسط المنتجات، المورد بيلتزم بيها، ويعني اخرها الرز اللي حضرتك قلت عليه. المورد انسان محترم جدا واقر الحقيقه بملكيته للاشياء المضبوطه. اقر فين يا استاذ محمد؟ اقر امام القضاء. تمام. امام القضاء، وراح وقال الحاجات دي مش تبع اولاد رجب وانا اللي ببيعها، لان هو كان جزء مستاجر من عندنا كمان، يعني مش يعني واخد مكان مؤجر، برطشنا كده في المكان وخلاص. بالظبط كده، بالظبط. طيب. بالنسبه للنقطه الثانيه، يعني حضرتك برضو ذكرت اللحوم. اللحوم هو في فعلا ضبطيه حصلت ب 55 كيلو دهن و45 كيلو كبده. انا عايز اوضح للساده المشاهدين، ده حصل في فرع واحد مش في 70 فرع. متوسط اللحوم اللي موجوده في الفرع الواحد ما بين 600 ل 700 كيلو. خلاص. انت حضرتك او اي من الساده المشاهدين لما بيروحوا يشتروا لحمه لازم يعني بيعوز يشفيها، بيعوز يشيل الدهن اللي فيها. مظبوط. طب الدهون دي هتروح فين؟ يعني الراجل هياخدها ويقوم راميها في كيس بره ولا؟ كل المضبوطات كانت موجوده في منطقه اسمها الباك اريا عندنا في المنطقه الخلفيه، اللي موجوده في كل الفنادق وفي كل المطاعم تقريبا. بالظبط كده، في المنطقه الخلفيه. لم يعني مش ثلاجه عرض نهائي، ولا عليها سعر ولا عليها منتج ولا عليها باركود فهي متاخده من الثلاجه الى المحضر دوت. ومع العلم ان مفيش ولا حته لحمه اتاخدت من الثلاجات. يعني احنا سابين اللحوم كلها وسابين النص طن اللي موجود، وجينا خدنا طب انا الناس بتعمل شغلها. احنا لو اتكلمنا في الموضوع ده اكتر من كده يبقى احنا دي حجم اكبر من حجم. دي حقيقه. خلينا نتكلم في اللي يهم الناس اكتر من كده. لو بس في حاجه ثانيه معلش، عشان هي دي دور اجتماعي الحقيقه. انا حابب اوضحه كموظفين. سلسله وطنيه 6000 موظف، واخد بال حضرتك، بياخدوا وانا منهم، يعني باخد معظم الجروسري والحاجات بتاعه البيت من ولاد رجب. تمام. هل تعتقد حضرتك ان انا هضر بيتي او ال 6000 دول هيضروا بيوتهم؟ ما قلت او حتى على الاقل هيسمحوا. خلاص يعني كده الفكره وصلت للساده المشاهدين ووصلت انا شخصيا. هنطلع من اللي اتكلمنا فيه ونتكلم نفس النقطه دي، هنربطها بنقطه الدور المجتمعي اللي وقع على اولاد رجب في النهضه والتنميه والمشاركه في محاربه الغلاء والكلام ده كله. ايه الدور المجتمعي اللي انتوا بتقوموا بيه؟ الحقيقه اولاد رجب سباقه للمبادرات من زمان، يعني مش من دلوقتي. يعني اخرها مبادره حضرتك ديت اخر مبادره اشتركنا فيها. احنا شاكرين لكم على الهوا، وبنقدم شكرنا حاج مصطفى رجب ومجلس اداره اولاد رجب على سرعه تلبيه المبادره. بصراحه اول ناس ساعدونا ان الفكره تطلع للنور، والناس تشوف ان في فعلا رجال اعمال وطنيين همهم البلد. عنده 7000 او 7000 موظف، هيبقوا 8000 موظف، 1000 منهم عن طريق. احنا معانا الصور وصوره المبادره والكلام ده كله. قبل ما ارجع للدور المجتمعي، احنا حطينا بيانات التواصل. تمام. هنحتاج يبقى خلاص هنبقى في لينك مباشر ما بين المبادره وما بين اداره الموارد البشريه عند حضرتك. عايز اعرف نبذه بسيطه، الناس اللي هتشتغل ايه والمرتبات ايه؟ الناس اللي هتشتغل في وظائف إدارية وفي وظائف في الفروع، ما بين المنسقين وما بين المديرين وما بين الكاشيرز على حسب الخبرة بتاعتهم. المرتبات بتتراوح ما بين كل واحد وخبرته، يعني المؤهل غير المؤهل المتوسط غير الخبرة. لكن عندنا يعني قصدي بالسؤال ان ال1000 وظيفة دولت اللي هم خطوة أولى إن شاء الله هيبقى فيهم تلبية رغبات فئات كتيرة من الشباب المصري. طبعا اللي قدام السادة المشاهدين أرقام التواصل موجودة قدام السادة المشاهدين، وموقع الإلكتروني والعنوان اللي عايز يروح يقدم بنفسه. حاجة مشرفة. أي حد حابب يقدم ممكن يتوجه مباشرة، يعني على العنوان اللي موجود معانا على الشاشة. لو هو في المحافظات بيدخل على الويب سايت ويعمل الابلكيشن بتاعه واحنا هنتصل بيه. لو حابب يجي مباشرة ل 73 شارع هشام لبيب الدور الأول إدارة الموارد البشرية، يتفضل هياخد دور والناس هتقابله. عينينا ليك. طيب نرجع للمسؤولية المجتمعية. قمتوا بايه مع الدوله في الفتره اللي فاتت كاولاد رجل، كمسؤوليه مجتمعيه وقع عليكم وانتم حاسين بيها لخدمه المجتمع المصري؟ يعني شوف حضرتك، انا زي ما عملت المداخله المره اللي فاتت، اخرها كانت المبادره بتاعه السيد رئيس الجمهوريه اللي قبل رمضان على طول، اللي هي في حب مصر ومحاربه الغلاء. وعملنا المعارض زي ما قلت لحضرتك برضو في جنوب سيناء، الغردقه، شرم الشيخ، عملنا معارض متنقله.
اسيوط. يعني حضرتك ما اكتفيتش بالفروع 70 فرع، لا. طلعت منتجاتك بره الفروع. طبعا طبعا احنا بنحاول على قد ما نقدر نوصل للناس وبنحاول على قد ما نقدر يعني اللي انت برضو انت دي سلسله متكامله الحقيقه، مش احنا بس. يعني انا لو هنا هشكر حد، انا هشكر الموردين اللي بيدوا لنا البضائع، يعني لان هو بيديها لك كمان بسعر مخفض علشان انت تقدر تبيعها بسعر مخفض. مظبوط. شركات كبيره، شركات محترمه جدا، شركات نكون ليها كل احترام، بتساعدنا. وطبعا لما بتيجي المنتجات ديت انا بضخها على طول في الاسواق. تمام. طيب لو اتكلمنا عن مبادره الشعب يؤمر. الشعب يؤمر ديت احنا ابتدينا معاها من دي 1، واحنا دلوقتي الحقيقه حريصين مش اللي احنا نبقى في لا، احنا حريصين ان المبادره دي تمتد على اكبر قدر ممكن من الوقت. مظبوط. واخد بال حضرتك؟ يعني الاستاذ عمرو اديب اعلامي متميز، فاحنا ومبادراته دايما يعني بيبقى ليها مردود كبير، فاحنا بنحاول ان شاء الله اللي احنا من 3 ولما ربنا يقدرنا بقى ان شاء الله يعني لغايه 6 شهور. طيب النهارده اتكلمنا عن الدور المجتمعي، واتكلمنا عن المنتجات وجوده المنتجات ودور الموردين، اتكلمنا على معظم الحاجات. استاذ محمد البرديسي كمدير تسويق اولاد رجب عايز يقول لنا ايه؟ عايز يقول ايه الشعب المصري عن الغلاء اللي احنا شايفينه والناس بتردده؟ عايز يقول للشعب المصري ايه؟ اعمل ايه؟ عايزين نقف مع الدوله دي ازاي؟ يعني شوف حضرتك، اصل ما فيش حاجه اسمها تقف مع الدوله دي، في حاجه اسمها ده دورك. واخد بالك؟ يعني اللي انت تقف مع الدوله، يعني ايه تقف مع الدوله؟ ده بلدك. مظبوط. وانت لو ما وقفتش في بيتك هتقف فين؟ صح. يا جماعه للاسف يعني انت عارف حضرتك اللي اخشى الناس اللي بتخشاه الاشاعات. هنقعد كل شويه نشيع، يعني هنبص هنلاقي دولار طلع وغلي بسعر مبالغ فيه. هل ده فعلا حقيقه سعر الدولار؟ انا اتحدى ان يكون ده سعر الدولار. اتحدى مصر بكياناتها الاقتصاديه ديت، بمكانتها ديت، ان سعر الدولار يوصل للي احنا وصلنا له. لكن احنا علشان في تهافت عليه، في تخزين، في خوف من بكره، طب ما خلاص انت اساسا مش هتقدر تعيش لو قعدت تفكر ان قلبك دوت بيضخ مثلا 200 لتر او 300 لتر في الدقيقه. انت مش هتستحمل حاجه زي كده تقعد تفكر فيه. طب لو وقف ثانيه ايه اللي هيحصل لك؟ فاحنا يا ريت نشيل المخاوف ديت مننا، يا ريت الاشاعات ما نصدقهاش، يا ريت ناخد اللي احنا بنحتاجه. يعني ما نخزنش طبعا، يعني ما فيش داعي للتخزين. وبعدين كمان يعني انا اناشد بقى كمان اللي هم التجار، يعني برضو يكون في مسؤوليه منهم اتجاه الشعب. يعني الحاجات ديت، المنتجات ديت، اكثر ما يحزنني ان التاجر جزء من الشعب. يعني انا برضو زعلان ان انا اقول حاجه زي كده، الحقيقه مش حابب، بس انا بشوف ان في سلع كتير مدعمه وببص الاقيها في السوبر ماركتات الصغيره اتنقلت بطريقه او باخرى. طب ما احنا كده مش هنقدر نصلح المنظومه. يعني الحاجات ديت بتستهدف شريحه معينه الناس، وما هياش للي انت تشتريها وتعيد بيعها تاني. مظبوط. لان ده كده يعني ما يصحش. ده بيحصل يعني. معاك يا استاذ محمد؟ طبعا بيحصل. واحنا الحقيقه شوف حضرتك، اللي اصعب من المبادرات ومن التخطيط ليها كله اللي انا حافظ عليها. يعني انا ممكن النهارده مثلا من ضمن المبادره ان السكر عندك ب 5 جنيه، ابص الاقي واحد داخل ياخد 50 كيلو، ياخد 2 كيلو. يا ريت بتبقى كده الحقيقه، يا ريت بتبقى كده. ده الراجل اللي جاي دوت بيجيب معاه 30 40 واحد، كل واحد ياخد كيسين، الكيسين بكيلو. واخد بال حضرتك؟ ادي 2 في 50 ب 100، ادي 1 على 10 من طن راح. ويعيد بيعه تاني بالاسعار اللي طبعا. موجوده في السوق. طب يعني هنحارب الموضوع ده ازاي؟ شغالين بالكاميرات وبالامن وعاملين صاينات ان كل مواطن ليه كيسين، او يعني بحد كيلو او 2 كيلو. وبنحاول على قد ما نقدر اللي احنا يعني تصل المنتجات ديت لمستحقيها. طيب يعني برضه الكلمتين دول انا قلتهم في الفقره اللي قبل حضرتك. قلت اذا كان في ناس طلعت لمت على الدوله، واحنا كشعب جزء من الدوله، والتجار اللي بتخزن جزء من الشعب، وتاجر التجزئه جزء من التجار الكبار، فالعيب فينا احنا. انا مش عايز اقول كده برضه. لا يعني احنا لازم نقول الحقيقه. النهارده بتكلم على رقابه. موظف التموين مصري متهيألي مش صومالي. طبعا. التاجر مصري. لما هو يخلق لي ازمات، لما هو ما يراقبليش على اللي بيخش مثلا على سلسله تجاريه، ياخد من عنده يروح يبيعه بسعر تاني، طب الحكومه او الدوله دي تعمل ايه؟ انا عايز اقول ان الامن الغذائي امن وطني، امن قومي. احنا ما نتهاونش في حقنا. يعني انا المنظومه عمرها ما هتتصلح بالكامل بس من جانب الدوله.
لازم احنا نفسنا نكون رقباء على نفسنا. انا شفت حد بيعمل حاجه غلط انا ما اسكتش، يعني بس اشوف اخر الموضوع ايه. مبادره مليون مصر ضد الفساد اللي احنا عرضناها دلوقتي متهيألي هتدي دورها مع جهاز حمايه المستهلك ومع التموين. يعني طبعا يعني انا افضل كمان ان هي تبقى 10 مليون مصري ضد الفساد دي، بس يعني احنا نجيب مليون كل واحد. لا في واحد يبقى في كتير مصريين شرفاء وطنيين. لا المصريين كلهم شرفاء، بس في بعض ناس منهم باصص لنفسه بس، باصص ان هو يكسب من احمد ومحمد ومن حسين ومن علي بس، ما بيفكرش ان هو يصنع حاجه وينزلها، ما بيفكرش ان هو يعمل منتج جديد، كل همه يستورد يبيع يكسب، يشتري دولار سوق سودا يبيعوا سوق سودا. دي البلد. يعني نتمنى ان شاء الله. الله. انا عارف ان كلامي مزعلك بس يعني ما ينفعش ان احنا كل شويه نلاقي حد طالع علينا يا استاذ محمد يلوم على البلد، اللوم على الحكومه، اللوم ما بيلومش على نفسه. صح. ما بيلومش على نفسه، لازم زي ما بنلوم على اللي فوق نلوم على نفسنا. احنا النهارده مش عايشين لوحدنا، احنا النهارده في ناس بتبني واحنا بنهد. هو يعني معلش انا هاخد جمله من برنامج الاستاذ عمرو اديب لما بيقول دوت حقك، دوت انت ما بتاخدهوش منا. طيب لما هو حقي ما انا احافظ عليه. صح. لما هو حقي مش حقي بس عشان بدفع فلوسه، ما هو حقي احافظ عليه. صح. لما الاقي حد بيتفق مع 2 3 4 بيدخلوا، الاقي سوبر ماركت جنبي بيبيع المنتج اللي انا شفته في سلسله تجاريه بيبيعه عنده اغلى، طب انت جبته منين؟ اروح ابلغ عنه. طب انا عايز استشهد بحاجه صغيره قوي. طبعا احنا قانون القيمه المضافه انطرح على الشعب المصري وتوافق عليه وتطبق، فبعض منتجات غليت زي ما حصل في كروت الشحن تقريبا، وغليت 10%. اللي كان معاه مليار جنيه جاب بيه كروت شحن الله يسهل له دلوقتي بقى مليونير. لو طبقنا الكلام ده كنا ممكن نقول لو ما فيش بقى ناس محترمه وناس كويسه، كان كل عنده سلسله زي اولاد رجب او بقيه السلاسل، عنده 100 طن سكر، عنده 200 طن ارز، عنده زيت بكذا كده، كان خزنهم واستنى لما الاسعار ترفع وعملها. صح. طب ما في ناس كويسه طبعا. يعني لا الدولة بتدعم الموضوع دوت، احنا ما نقدرش ابدا، وما اعتقدش ان في سلسلة تجارية بتخزن علشان بعد كده تبيع، لان احنا اساسا حاطين سعر البيع بتاعها يعني واحد، فانا مش محتاج ان انا اخزن كمان يعني. طيب. بل بالعكس هي نزلت في الفترة اللي فاتت يعني. بدون على التخفيضات اللي حصلت في المبادرة او غير المبادرة. طيب احنا عايزين نشتغل بدعم الشعب المصري اكبر من كده. بس تأذنك بقى، احنا جايبين مدير تسويق السلسلة من اكبر السلاسل التجارية الموجودة. عايزين نطلع زي ما طلعنا مع الدولة مع الشعب، عايزين نطلع احنا يعني حضراتكم كسلسله تجاريه من غير ما يكون في مبادره للدوله. نلاقي النهارده حضرتك بتبلغني بتقول لي احنا نازلين محافظه كذا مالناش فيها فروع، نازلين نبيع منتجات كذا وكذا وكذا بتخفيضات كذا. ده ممكن يحصل؟ احنا فعلا بندرس الحل دوت، وان شاء الله قريب تسمع اخبار كويسه عنه. لا احنا مش هنسمع، ده احنا هننزل ونصور ونعرض للناس ان شاء الله. لان النهارده في ناس كتير برضه من اللي تسمعنا بيقول لك انا مكاني ما فيهوش اولاد رجب، مكاني ما فيهوش هايبر كذا، مكاني ما فيهوش ماركت كذا. فعايزين نوصل لل 100 مليون. المساعدات اللي حضراتكم تحتاجوها ممكن نتفق مع رجال اعمال تانية، مع جهاز مدينه، مع مجلس امنا، مع اداره زراعيه، مع نقابه، مع حزب. التعاون في المصلحه العامه من اي جهه مطلوب. حضرتك عايزين تفاجئنا ان شاء الله قريب، تتصل بيا تقول لي هننزل محافظه كذا. زي ما قلت لحضرتك ان احنا ولاد رجب ما بتنتجش ديت، برضو انا لازم بتواصل مع الساده الموردين وبنقدر ناخد منهم كميات مناسبه، وان شاء الله تسمع اخبار كويسه في الفتره اللي جايه. وعد ان شاء الله. ان شاء الله. طيب ايه التخفيضات اللي نازله الفتره اللي جايه؟ التخفيضات احنا عملنا اعلان في الاهرام يوم الجمعه اللي فاتت، واعلان في الجمعه اللي قبليه. واساسا انا بيبقى عندي المجله، يعني انا كل 14 يوم بنزل بحوالي من 180 190 صنف الى 300 صنف. يعني مش عايز اقول هامش ربح ضعيف، يكاد لا يكون في ربح من قبل المبادرات الحقيقه. بتطرح للناس وبيشتروها، وبرضه في بعض الاصناف منها بتختفي بسرعه. بعض الاصناف ممكن يتاخر توريدها للفروع، لان زي ما حضرتك عارف يعني الدور المجتمعي بتاعنا اللي احنا بنفتح في محافظات كتير، يعني معظم محافظات مصر فاتحين فيها. فالعبء اللوجستي اللي انا اقدر انقل المنتجات كلها اللي بقولها ما بنقولش كلها، احنا بنتكلم مثلا لو في ارياف هيبقى محتاج زيت، هيبقى محتاج رز، هيبقى محتاج سكر، علبه جبنه. لا ما دي انا خلاص وعدتك، دي انا وعدتك فيها ان شاء الله. يعني اللي احنا تسمع انا كل قصدي والله من الكلام احنا بنتكلم بقى احنا كنا اعتبنا على حد بيجيب سلبيات، لا فعلا في الناس تعبانه.
بس مش معنى الناس تعبانه ان مفيش تنميه ومفيش شغل على الارض. فعايزين نساعد في رفع العبء اللي على الناس ده. حضرتك بدورك المجتمعي، انا بدوري الاعلامي، الناس كلها تساعد، مبادرات، نعمل مبادرات، ننزل. ايه المشكله ان احنا النهارده نقول مبادره توزيع 1,000,000 علبه جبنه في سعر مخفض مثلا كذا؟ خلاص هاتهم لي وانا اوزعهم على طول، وعد. لا حضرتك اللي هتجيبهم لي، احنا هنوزعهم. انا بشكر حضرتك يا استاذ محمد، ميرسي جدا. وبشكر الساده المشاهدين، وبحب اقول لهم مصر بخير. يا جماعه المشاريع اللي بتتعمل على الارض والله هتطلع بالبلد. مش عايزين نبص لنص كوبايه الفاضي بس. في ناس هتقول لك ده كلام، لا دي حقيقه. دي حقيقه. الكلام اللي بيقوله استاذ محمد والكلام اللي احنا قلناه والمبادره ما يجوش حاجه، ما يجوش نقطه في كوبايه من دماء الشهداء اللي بتسيل على ارض الوطن. النهارده انت هتخش تحارب جيشك، صدقني انت الخسران. لو جيشك وقع محدش هيجي يحميك، اللي هيجي لك هيرجع احلام الغزو القديمه. ما تبصوا للتاريخ، شوفوا الغزو كذا وكذا وكذا وكذا، شوفوا البلد دي مر عليها ايه، وفي الاخر اتوقدوا في مصر. بشكر الساده المشاهدين، بشكر فريق البرنامج، الاستاذ رشا عرفات رئيس التحرير، الاستاذ حسام المخرج، الاستاذ زينب المعده، ونوعدكم ان شاء الله يكون معنا مبادرات وحاجات كتيره الحلقه الجايه. نلقاكم على خير. تحياتي احمد شريف.